في شارع الهلال كان في بيت مهجور واقف لوحده كده من سنين. شبابيك مكسورة، حيطان متشققة، وشجر حوالين البيت ناشف كأن الروح اتسحبت منه. الناس كانت بتقول عليه حكايات مرعبة، أصوات غريبة بالليل، وصوت طفل بيعيط وما بيسكتش. عادل وسامي صحاب بيحبوا المغامرة، قرروا يدخلوا البيت الساعة 12 بالليل، والدنيا كانت ضلمة تخوف. أول ما دخلوا حسوا ببرودة غريبة، وفجأة سمعوا همس جاي من آخر الصالة. دخلوا أوضة مظلمة، لقوا دمية قماش عينيها مكسورة، وفجأة ضحك الطفل مرعبة والكشافات طفت. خطوات تقيلة بدأت تقرب في الضلمة، وقبل الفجر لقوا باب مختفي ظهر فجأة. جريوا بأقصى سرعة وخرجوا من البيت وقلوبهم هتطن من مكانها. ومن اليوم ده محدش فيهم ضحك تاني على حكايات البيت رقم 13.